في فيديو النهاردة هقولك على كل أسرار المحلات اللي تعملي بيها الكشري المصري في البيت بأحسن طريقة. فرحي بيها ولادك وتخليه مفرفر كده ويطلع معاكي كل حاجة الواحدة بوحدتها ومفيش ولا حباية منهم تكون لازقة في بعضها. تابعي معايا الفيديو. أنا اسمي حنان والرهان معايا دايما كسبان. أول حاجة معايا هنجيب البصل نقطعه. اهم حاجة معايا ان التقطيعة بتاعتي تكون رفيعة على قد ما نقدر. احنا عايزين تقطيعة البصل معانا تكون سلايس كده حلقات، وزي ما قلت لكم على قد ما نقدر ان احنا نرفعها. عملتيها بقى على ايدك بالسكينة او استخدمتي مثلا السلاح بتاع المبشرة زي ما تعمليها، المهم تطلعيها بالشكل ده. بعد ما نطلع معانا بالشكل ده ونخلص التقطيع كلها بننزل عليها بمعلقتين او على حسب الكمية اللي عندك من البصل. انا نزلت بمعلقتين كبار من الدقيق ومعلقتين كبار من النشا. لو ما عندكيش حاجة فيهم ممكن تستخدمي حاجة واحدة، يعني ممكن تستخدمي نشا او دقيق. ما عندكيش ولا ده ولا ده ممكن تستخدمي فيجيتار ناعم. لو عندك فيجيتار حطي فيجيتار او حطي بقسماط، المهم اي حاجة تديها قرمشة. بس خليكي في النشا او الدقيق عشان بيحافظ على لون البصلة ما بيخليهاش تغمق، يعني الفيجيتار بيخليها تغمق شوية. وهنا بختبر الزيت معايا، اذا كان الزيت سخن بنزل ببصلايه كده، لو لقيتها عامت على الوش يبقى الزيت معانا تمام. ويفضل في المرحله دي ان الزيت ما تكونيش قاليه فيه بطاطس ولا اي حاجه، يعني يكون الزيت لاول مره عشان هنستخدمه في بقيه الوصفه. وهنا زي ما اوريكم انا العدس مولعه عليه بيستوي معايا، والحمص وكمان مولعه على ميه تغلي للمكرونه. يعني الوصفه دي مش هتاخد منك ساعه زمن. الناس اللي اتريقت عليا اني قعدت اسبوع في المحشي، انا هعمل لكم الكشري وياخد ساعه زمن في ايدك. هتولعي على كله في وقت واحد. العدس معايا كان استوى والحمص كان استوى تمام. شطفتهم بميه بارده ونزلت منهم الميه بتاعتهم وسايباهم يتصفوا على مهلهم. وهنا ميه المكرونه كانت غلت، نزلت بمعلقه من الملح عشان املح الميه. وهنزل بقى هنا هسلق كل انواع المكرونه في وقت واحد، بس ما بنزلش بانواع المكرونه كلها مره واحده، دي برضو تكه معايا. انا بنزل بالصغيره اللي هي العقل الصغيره دي، بتاخد وقت اكتر في السوى من الخواتم او العقل الكبيره. فنزلت بيها وسبتها تغلي 5 دقايق. وبعد كده نزلت بالمكرونه الخواتم وبرضو سبتها تاخد غلوه 5 دقايق. واخر حاجه نزلت بيها هي المكرونه الاسباجيتي. والمكرونه الاسباجيتي مش بنزل بيها كلها كتله واحده مع بعض، بفرطها كده بعيد عن بعض علشان ما تلزقش ببعضها. وكمان حاجة هقولها لكم ان انا بقسم المكرونة الاسباجيتي على 3 في الكشري بالذات، علشان الكشري بيتاكل بالمعلقة مش بالشوكة. يعني احنا في العادي بنعملها ممكن نقسمها على 2 او نسيبها على بعضها عشان هناكلها بالشوكة، لكن في الكشري بالذات بنقسمها على 2. وهنا البصل كان معانا خلاص، المكرونة استوت والبصل كان معانا خلاص داخل في السوا. اول لما يوصل للون الذهبي دوت، طبعا ما بنبطلش تقليب، لازم نقلب فيه باستمرار. واول لما ياخد اللون ده معانا وهو ده اللون المطلوب بنطلعه على شبكة او على مصفى. وهقولك البديل لو ما عندكيش مصفى او ما عندكيش شبكة تصفي عليها البصل. طبعا الشبكة بتهوي، او لو مصفى يعني بتهوي البصل وما بتخلوهوش يطرى معاكي. لو ما عندكيش بقى مصفى او ما عندكيش شبكة تطلعي عليها، دي الحاجة التانية. تجيبي بقى مناديل مطبخ او ورق جرايد، تجيبي ورق كراسات، اي حاجة المتوفر عندك، متوقفيش نفسك على حاجة. وبتنزلي على بالبصل على المناديل. وهتعملي الحركه اللي هوريها لك دي، ان انت تفضلي تهزي البصل كده اللي هو اكنك بتنفضي منه الزيت الزياده اللي فيه. وبعد ما تعملي الحركه دي بتشيلي المنديل وتسيبيه بقى يتهوى على الصينيه اللي هو فيها. واسمعي بقى مات كده معايا صوت قرمشه البصل وهو لسه سخن. بس كده، اللهم بارك. هنركن بقى البصل على جنب ونعمل دلوقتي الرز بتاعنا برضو بنفس الزيت بتاع البصل بقى هنستخدمه. ننزل الاول بالشعرية، نخليها تتحمص شوية. وهنا انا بزود الشعرية شوية وبخليها تاخد لون كويس. واول ما تدخل كده في اللون، انا هنا زي ما قلت لكم عندي لسان عصفور متحمصه، زي ما انتوا عارفين ان انا بستخدمها متحمصه. لو ما عنديش متحمصه بنزل بلسان عصفور وشعريه مع بعض، بحمرهم مع بعض لحد ما ياخدوا اللون الذهبي. وبعد ما يوصلوا للون الذهبي بنزل عليهم بكوبايه من الرز. يبقى انا هنا عندي مثلا حوالي كوبايه ونص مكرونه شعريه على لسان عصفور، هنزل عليهم بكوبايه رز. يعني انا عندي الشعريه ولسان العصفور اكتر من كميه الرز.
تمام. والرز هنا كان عليه شويه ملح ومعلقه من مرقه الدجاج. بس كده هسيب الرز يستوي ياخد تسويته العاديه. بعد ما الرز يغلي هغطي عليه وابدا بقى ان انا احضر معاكم في الصلصه. وهنا برضو هستخدم نفس الزيت بتاع البصل اللي انا كنت قاليه فيه. لو تلاحظوا كده ان انا باخد من الرواسب اللي نازله. الرواسب ديت مش حاجه، ده الدقيق والنشا اللي كان نازل من على الطبقه بتاعه البصل. ليه بحب ان انا اخد منه كده؟ علشان يدي الصلصه بتاعتي سمك وما تبقاش خفيفه قوي يعني. وهنا الطبق اللي انا نزلت بيه ده كان توم مفروم، حط عليه شطه وملح وفلفل اسود. بس كده هقلبه لحد ما ياخد اللون الذهبي ده. وكمان حاطه هنا فلفل احمر حامي. انا حبيت ان انا احطه على بعضه كده علشان ما فرمتهوش، عشان الصلصه ما تبقاش حراقه قوي. ونزلت هنا بعصير الطماطم بتاعتي كانت مسلوقه ومتصفيه. نزلت بعصير طماطم. وهنا معايا 4 معالق كبار من الصلصه الجاهزه، نزلت عليهم بحوالي كوبايه من الخل ودوبتهم كده مع بعض وحطيتهم على الصلصه بتاعتي برضو. وهنا ده بعد يعني غلوتين 3 كده من الصلصه، ده كان القوام المظبوط. لو لقيتوا الصلصه خفيفه ممكن تزودوها خل او ميه. وهنا دي نوع تاني من الصلصه لو حابين مثلا ان انتوا ما تحطوش توم او ما تبقاش حراقه او للاطفال يعني. هنا انا حاطه شويه من عصير الطماطم، حطيت عليهم شويه ملح وفلفل وكمون وكزبره وشويه مرقه دجاج. واخدت شويه من البصل المفروم، البصل اللي كان متحمر حطيتهم فيه وشويه خل وبس كده. وهنا الرز كان استوى. وعايزه اقول لكم ان الرز انا مش بسويه تسويه كامله، انا بسويه يا دوبك يتشرب الميه اللي عليه بس، ويقعد بس 5 دقايق كده بعد ما يتشرب الميه وبس كده الرز كان خلص. وتعالوا بقى هنا برضو دي المكرونه اللي انا سلقتها معاكم. بعد ما شطفتها بشطف المكرونه بميه سخنه وبسيبها بقى هنا تبرد. وهنا المكرونه كانت بردت شويه عبال ما حضرت الرز والصلصه. نزلت عليها كده بمغرفه من الزيت، يعني شويه من الزيت كده برضو بتاع البصل علشان تفرفر معانا. ونزلت عليها بالرز وكمان الحمص وعدس بجبه. وعايزه اقول لكم ان الكميات دي انا بحب ازود الحمص وعدس بجبه علشان يدي قيمه غذائيه، لان ده البروتين بتاعنا. التسخين بقى ما بسخنش الكشري في الحله كده على طول، لا انا بحط ميه مغليه وبحط عليها مصفى وبسخنه على البخار زي المحلات بالظبط. يعني كل الاسرار اللي انا قايلها لكم دي اسرار المحلات يا جماعه. عايزه اقول لكم والله امي بتعمل الكشري ده بقالها اكتر من 20 سنه بنفس الطريقه دي. كل اللي يدوق من ايدها يقولها انت لازم تفتحي محل كشري، يعني دعواتكم ليها. وبس هنا نبدأ نغرف بقى. وهنا بقى حبيت ان انا اعمل محاكاة بقى كده لقعدة المحلات في كل الاطباق اللي استلس. لميت كل الاطباق اللي استلس اللي عندي وحطيت طبق كشري وطبق صلصة وشوية بصل وكوبايه الاستانلس برضو بتاعت الميه الساقعه كده اللي بيحطوها لنا في المحل. لو حابين بقى تعملوا كبده وتحطوا عليه تمام، بس احنا بناكله كده يعني مش كلنا بنحبه بالكبده. وبس لو عجبتك طريقتي اللي واخداها عن مامتي في عمايل الكشري، اعملوا لايك واعملوا شير واعملوا اشتراك في القناه علشان يوصلكم كل جديد. بس كده، شكرا ليكم، سلام عليكم.